ورحمة الله وبركاته. شعب مصر الغالي العظيم، ايه الانفجارات اللي بتحصل كده اهو؟ ايه الانفجارات دي يا ست الريس؟ قاعد بتفجر فينا؟ بتفجر فينا ليه؟ عملنا لك ايه؟ عمال تفجر فينا كده اهو ليه؟ ليه تفجر فينا؟ احنا عملنا لك حاجة؟ انا مش فاهم انت عايز تودينا لغاية فين يا ست الريس؟ انفجارات وفرقعات انا مش فاهم في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مؤاخذة، تفجر فينا ليه؟ مش كده ما بتردش على رسايلنا؟ يعني كمان مش هترد كده اهو وهتفجر فينا؟ ده حرام، والله حرام يا جماعة اللي بيحصل ده، حرام. نستحمل ايه بس ولا ايه؟ بعد يكون راكب الميكروباص كده اهو ورايح يجيب ابنه من الحضانة يفرقع، يروح للواد متفرقع من غير دماغ، راح لابني من غير دماغ يا ست الريس. ليه؟ ليه كده؟ قلتوا ضرايب وبندفع ضرايب، بتدفعنا ضرايب عشان نتفرقع. الواد ابني لو شافني وانا رايح الحضانة من غير راس هيقول لي ايه؟ هيخاف يا ست الريس، ده طفل، حرام حرام، ده طفل صغير ما يفهمش حاجة. ولعوا فينا بقى بجاز لو انتوا مش عايزيننا. انا مش عارف اقول لكم ايه. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب العظيم. الواحد بقى في اي يوم كده ممكن يقوم شهيد كده، اي يوم يقوم شهيد كده مكان فجر كده، تحتف له قنبله من البلكونه ولا واحد في الحمام. ليه كده يا ست الريس؟ ماشي يا ست الريس، نشوف اخرتك يا ست الريس، شوف اخرتك.